السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم شوية عن الموت ومصيبة الموت. ربنا قال إن هي مصيبة في القرآن، يعني والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فكرة إنا لله، لما حد ولله المثل الأعلى، لما حد يشتري حاجة جديدة، موبايل، جهاز في البيت، أي حاجة، هيبدأ مثلا هو يشتغل بيه أو يخربه أو يبهدل فيه أو يحافظ عليه، أيا كان هو يعمل معاه إيه، فهو في الأول وفي الآخر الحاجة دي بتاعته وهو ليه كامل التصرف فيها. إنا لله، إنا جميعا، يعني كل الناس، إحنا كلنا لله في الآخر، إحنا كلنا ملكه، تصرف فينا زي ما هو عايز. إنا لله وإنا إليه راجعون، كلنا هنرجع تاني لربنا. الحقيقة اللي ما ينفعش أي حد يختلف عليها وما ينفعش أي حد يتجادل فيها، فكرة إن إحنا كده كده هنموت، كده كده رايحين. لما بنبقى في امتحانات، إحنا عارفين إن في شهر في السنة وتحديدا أيام معينة وأسابيع معينة هنمتحن فيها، فإحنا لو بنلعب طول السنة هنيجي في الأيام دي هنذاكر، أو قبل الأيام دي هنذاكر عشان لما ندخل الامتحان نعرف. من مصايب الموت ان انت مش عارف انت رايح امتى، النهارده، بكره، بعده، والموضوع ده ما بقاش ليه سن. يا جماعه، احنا حصل اخر فتره حالات وفاه لناس صغيره في السن وناس كبيره في السن، والاتنين كانوا فجاه. انا مش عاوزه اذكر اسماء قوي، بس يعني حاله آية العشري انا ما اتعاملتش معاها قبل كده. انا اتصدمت لما عرفت الخبر ده. اولا صدمت صدمه صعبه، يعني اللي هو انا مش فاهمه حاجه، معلوماتي عنها وخلفيتي عنها وانا كنت بشوفها في الدروس. يعني انا خارجه مثلا من درس وهم كانوا قبلنا او هم كانوا بعدنا وهي رايحه درس، كنت دايما مش بشوفها غير كده. يعني ما تعاملتش معاها قوي، ومع ذلك حسيت ان انا مصدومه، حسيت ان انا خايفه. ده شعور ان المفروض الموت يخلينا نحسه. لما عرفت ان هي كانت تعبانه، يمكن ده سبب يهون على اهلها شويه او على اللي حواليها، بس هي استال الموضوع في الاول وفي الاخر مصيبه. حاله الوفاه التانية اللي هي زوجة خالي، دي كانت في عزا في نفس مش هقول في نفس اليوم، يعني هي في نفس الساعه. هي خرجت من العزا وسافرت. الموضوع ملوش وقت وملوش ميعاد. احنا كلنا هنموت، النهارده، بكرة، بعده هنموت. اللي مخلي واحد ماشي في غفلة، اللي مخلي واحدة ماشية في غفلة في لبسها، في تصرفاتها، في علاقتها بربنا، اللي مخلي شاب ماشي ما بيصليش أصلا وربنا مش في حساباته غير لما بيتحط في موقف موت صعب أو في صدمة موت أو في حالة وفاة زي دي ويتصدم. في ناس، يعني في ناس بتصلي يومين 3 بترجع تاني، وفي ناس ما بتتعظش، في ناس بتكمل زي ما هي في الغفلة، وكأن والعياذ بالله الواحد ماضي عقد مع ربنا، يا رب يموتني في اليوم الفلاني، والعياذ بالله. يعني كأن الواحد ضامن عمره هيموت امتى، هيموت في اليوم الفلاني. لا، محدش فينا يعرف هيموت امتى. الواحد بيبقى ساعات ماشي بيتخيل نفسه هو خلاص، انت ممكن تموت في اي لحظه، سواء بقى انت مثلا في ثانوي، فانت في ناس اصلا اوريدي في سنك اتوفوا وهم برضو في ثانوي، في اعدادي، في ابتدائي. يعني انت لو بصيت لكل المراحل العمريه، خلاص هو الموت وقربنا من يوم القيامه، من علاماتها ان خلاص الموت ما عادش ليه سن. احنا ما عدناش بنسمع يمكن عن ناس كبيره في السن قوي ماتت غير قليل. الشباب اللي كانت بتموت فتره كبيره جدا في البلد كلها على طريق. انا ما كنتش بمشي في البلد كتير، ما كنتش قاعده فيها. لما كنت بنزل كنت بلاقي كمية صور شباب، ايه ده يا جدعان، ايه ده، هم دول ماتوا امتى، هم دول كانوا بجد ماتوا على الطريق. يعني كنت بعرف الناس اللي هي قريبة مثلا من دايرة المعارف او اتعرضت لان انا اشوف لهم بوستات او كده، بس في ناس اتصدمت فعلا. انا كنت بنزل البلد بلاقي يافطات متعلقة تقريبا، ما فيش عمود في البلد ما بقاش عليه يافطة. والمصيبة الاكبر ان الشباب لسه زي ما هي. اعرف واحدة كانت ايام في بداية احداث تحصل في فلسطين وكده، كانت مستحية تنزل صور فرحها. في ناس في مصيبة الموت او في لحظات الموت اللي بتحصل لاي حد حوالينا، في ناس بتستحي تنزل تفاصيل يومها العادية. كل الناس منزلة مثلا حالة وفاة، وحالة الوفاة دي شكلها مفاجأة وصعبة وتخوف. ما ينفعش اروح انزل صوري في فرح، ما ينفعش اروح انزل تيك توك، ما ينفعش اروح انزل ستوري حتى فيها اغنيه حزينه. يا جماعه انتوا في ايه؟ حتى لو دي مشاعرك في اللحظه دي، احترمي مشاعر الموت. خافوا من الموت يا جماعه، احنا ما عدناش بنخاف من الموت، ودي المصيبة. وعدم خوفنا منه المصيبة الأكبر اللي مخلينا ضامنين 1,000,000% إن إحنا هنروح لربنا ومش هنتحاسب. يا جماعة إحنا هنتحاسب. اللي خلينا ضامنين 1,000,000% إن إحنا هنموت في ميعاد إحنا اللي محددينه أو إحنا عارفينه. اللي ماشي بقى سبهللة كده، واللي هو إيه، ما أموت وهرتاح من الدنيا. أيوة، أنت عملت إيه علشان لما هتموت؟ أنت متخيل إن أنت لما هتموت هترتاح هتروح فين؟ ده أنت رايح
مكان ضلمه متر في متر وهتقعد فيه لوحدك وهيتقفل عليك باسمنت. انت بس لو تخيلت ان انت دخلت في الدولاب والدولاب اتقفل عليك، الدولاب ضلمه وانت قاعد مستربع جوه وقاعد بين الهدوم وتمام في امان في بيتكو، هتبقى خايف، هتتخنق، هتيجي عليك فتره مهما كنت بتلعب او بتهزر هتتخنق، هتبدا ترزع على الباب خرجوني. فما بالك ان انت رايح مكان هيتقفل عليك فيه باسمنت. ابسط حاجه وابسط حق من حقوق ربنا اللي احنا لازم نأديها واللي هو فرض علينا الصلاة. يا جماعة في ناس ما بتصليش، في بنات ما بتصليش، في شباب ما بتصليش، وكتير وكتير. ودي من أبسط الحاجات. أنا لبس البنات بقى صعب، رقبتك اللي نصها باينة. ليه ما بناخدش حالات الموت لحظة ان احنا نتعظ وان احنا نتغير؟ محدش هيموت موتة كويسة ومريحاه غير لما يصدق مع ربنا ويكون مقدم وعامل قبل كده. سبحانك يا الله، سبحانك يا الله. خالة نصار لما توفت، كمية البشاشة اللي كانت في وجهها وكمية الروح اللي هي سابتها والأثر اللي هي سابته مش طبيعي. تحس ان الواحد تاريخ حياته كله معاها مش فاكر منه غير أجمل أيام ليها وأجمل لحظات ليها في الآخر، ومستشعر جدا إن هي كانت صادقة مع ربنا. أنا مش مستشعرة غير كده، ولما كلمت ناس كتير حوالينا محدش مستشعر غير إن هي صدقت مع ربنا في إن هي طلبت فعلا قربه. وفي ناس لما بتصدق مع ربنا، اللي بيتكلم عن الموت ومش خايف منه، يا رب موت ومش عارف إيه، ده أنت ما عملتش عشان الموت حاجة. في ناس يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. في ناس بتستعجل يوم القيامة، بتستعجل الموت، هم اصلا مش مؤمنين بيه، هم اصلا مش عاملين عشانه حاجة. انت عملت ايه عشان تقول يا رب موت او عشان هرتاح من الدنيا لو انا موت؟ لو انت قلت كده، اصلا الانسان المؤمن اللي عارف الآخرة وعامل فعلا علشانها خايف منها ومش عاوز. هو عاوز ربنا يتوفاه، بس هو دايما دعائه يا رب ما تتوفنيش الا وانت راضي عني، يا رب احسن خاتمتي، يا رب تقبلني في عبادك الصالحين. هو خايف وهو بيطلبه. والذين آمنوا مشفقون منها، مشفقون من الموت، مشفقون من يوم القيامة، ويعلمون أنها الحق. هم عارفين إن هي الحق، دي حاجة ثابتة وهتحصل لنا كلنا هنموت، كلنا لينا ميعاد، بس هيحصل امتى؟ ده اللي احنا ما نعرفوش، ده الامتحان اللي احنا ما نعرفلوش ميعاد. بس ربنا قال لنا ان عشان انت تنجح في الامتحان ده فانت عليك 1 2 3 لازم تعمله. انت عليك صلوات 5 في اليوم. يا جماعة الموضوع صعب لو انت بتسيب الفجر، فما بالك بقى اصعب لو انت اصلا ما بتصليش، او الموضوع مش وجعك، او بعد حالات الموت، الصدمة الصعبة، المصيبة اللي احنا بقينا بنمر بيها كلنا، وانت مش بتاخد خطوة لربنا ومش بتاخد خطوة في انك تثبت على حاجة زي كده وتتنازل عن حاجات معفنة بتعملها في حياتك، حاجات فعلا هتوديك في 60 داهية. يا جماعة احنا عاوزين نستوعب ان احنا الكارت اللي هيعدينا عشان نتحاسب بس هو الصلاة. انا مثلا بصلي، تمام، تعالى عشان هتتحاسب على حاجات كتير عملتها، على تضييع وقت، على صحبة زي النيلة لا بتشجع الواحد على لبس كويس، ولا بتشجعه على صلاة، ولا بتشجعه على عدم ان هو يغتاب حد، ولا بتشجعه انه يبطل تدخين، ولا بتشجعه ان هو يبطل بنات، فرجة او حاجات، او تضييع وقت، او عدم صلاة. كلنا محتاجين نتعظ من اللي بيحصل حوالينا، محتاجين ناخد خطوة. يا رب الموت اللي حصل ده، لو انا حد لبسي مش كويس، يا رب انا هتنزل عن البناطيل كلها تماما وعن رقبتي اللي بتبان، وهكبر طرحتي وهستر نفسي علشان خاطر لما يجي يوم زي ده انا ما اعرفش ميعاده، يا رب ترحمني فيه، يا رب تتقبلني فيه، يا رب تنور قبري لما هبقى لوحدي. يا رب انا هبقى خايفة. كل واحد فينا مهما كانت قوته وجبروته يتخيل نفسه بس وهو لوحده قاعد، الندم مش هينفعك. وربنا قال لنا مشاهد كتير، والناس قاعدوا يقولوا طب يا رب رجعنا تاني نعمل صالح. طب ليه وانا من دلوقتي عايش وبتنفس قادر اروح اصلي ركعتين توبة لربنا من كل حاجة، حتى لو احنا كنا ملتزمين وبنصلي وبنعمل كل حاجة، هما ركعتين توبة. يا رب ما تتوفنيش الا وانت راضي عني، ويا رب ساعدني ان انا اعمل لحظة زي دي. اللي يخلي بنت لابسة لبس مش كويس انت مستنية اهلك يقولولك غيري لبسك عشان ما تموتيش فجأة؟ الام اللي سايبة بناتها كده ومش بتحاول تغير معاهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون. ده بالنسبة للام، لا فلوس ولا أولادك هينفعوا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. محدش هينفعنا، حتى صحابنا محدش فيهم هينفعنا. الصاحب السوء السلبي اللي ممشيك في 60 داهية مش هينفعك يوم القيامة، مش هيجي يشيل عنك حاجة، هو كمان هيبقى عاوز نفسه بس. وعذاب يوم القيامة وصعوبة يوم القيامة واللي بيحصل فيه ان الانسان اصلا مش هيبقى فايق لحد، مش هيبقى شايف حد، مش هيبقى بيفكر غير في نفسه. فانت مستنية اهلك يقولولك غيري لبسك؟ انت من نفسك تبقي خلاص. يا جماعة الموت اللي حوالينا يخلينا نبقى واعيين، ويخلينا نكبر، ويخلينا نفهم ان احنا مش مستنيين اهالينا توجهنا. خلاص ما عدناش مستنيين اهالينا توجهنا وتقول لنا اعملوا، صلوا، البسوا،
اتغيروا، احنا رايحين لوحدنا، رايحين في ميعاد احنا ما نعرفوش. بجد صعبة، يعني هي بجد صعبة. حاولوا بس تتخيلوها. قول يا رب انا همتنع عن العمل الفلاني او عن اللبس اللي مش هيرضيك عني. حاولوا تستوعبوا ان انتوا في نعم كبيرة، انتوا وسط الاهل. حتى لو ربنا بيبتلينا بمصيبة كبيرة زي مصيبة الموت في حد قريب وعزيز علينا، ربنا يا رب ما يكتبهاش على اي حد ابدا ان هو يتصدم فيها، بس احنا كده كده كلنا هنموت. كل عزيز وغالي علينا هيجيله اللحظة اللي هو هيموت فيها، واحنا كمان هنموت فيها. بس ربنا يرزقنا الصبر والثبات في اللحظة دي. ربنا يرحمنا برحمته. نعمل للدنيا كأننا نعيش أبدا، ونعمل للآخرة كأننا نموت غدا. بس هي دي بقى، احنا عملنا ايه النهاردة للآخرة كأننا ميتين بكرة؟ سبت الصحبة اللي أصلا بتعينك على حاجة مش كويسة، أو بتبعتلك أغاني، أو لما بتنزلي حاجة بشعرك مش بتقولك لأ حرام أنا مش هصورك بشعرك يا ستي، حرام ده ليه؟ حرام عليكي، ده شعرك ممكن يقع، أو ممكن هتتعلقي منه يوم القيامة. مش حتى أيا كان طريقتها، إن هي بتخليكي تتعظي، أو إن هي بتنفر وبتستنكر الحاجة اللي أنت بتعمليها. مفيش حد في حياتك كده يبقى أنت صحبتك كلها بطلة. الولاد اللي ما فيش حد في حياته بيقول له لا يا عم تعالى نصلي، انت ازاي ما بتصليش؟ او لما الاذان ياذن يقول له لا، احنا هنسيب الشغل ونروح نصلي ونرجع مع بعض، يلا عشان نلحق نصلي، يلا عشان دي الحاجه اللي هتبقى معانا في قبرنا. يبدا يخليه يتعظ وياخد بايده ويقول له انا مش هروح اصلي لما تيجي معايا، وما يزهقش. ده الصاحب او الصديق اللي فعلا بيحب، او الصديق اللي هو فعلا انت لازم ما ينفعش تستغنى عنه. مش فكرة بقى اللي قاعد معاك أصلا أنت ما بتصليش وهو كمان ما بيصليش، فأنتوا صباح الفل أنتوا الاتنين، وفي غفلة وفي مصيبة أكبر إن أنتوا مش في مصيبة وفي غفلة. يعني المصيبة الكبيرة إن أنتوا مش مستوعبين إن أنتوا أصلا كده في 60 داهية أنتوا الاتنين مع بعض، أو إن أنتوا رايحين في مشكلة كبيرة. يا جماعة محتاجين ناخد خطوة. كل واحد يقول يا رب أنا هسيب الصاحب الفلاني، هسيب القعدة الفلانية، هسيب اللبس الفلاني، هسيب عدم بر وطاعة الأهل. المصيبة التانية إن لما حد فينا من الأهل أو من حد من أهالينا يتوفى، ونبقى إحنا مش مدين له حق ومش متحملين معاه زي ما هو كان يستاهل، أو إن هو مش كارمينه. إن خالته نصار ربنا يرحمها، حاسة إن من الحاجات اللي هتهون على ابنها إن هو كان كارمها، أن ولادها كارمنا وإن هم كارمنا. فرق رهيب لما تبقى مش بتحترم أهلك أو مبهدلهم أو مش بتتعامل معاهم كويس وهم عايشين وبصحة ومعاك وبيخدموك، وفرق تاني بين السماء والأرض إن أنت تبقى بتحترمهم ومقدر مساعدتهم ليك، ولما يموتوا بتحس إن دي حاجة هتهون عليك. يعني إحنا لو تصورنا شاب مبهدل والدته بتحكم فيها ومعلقة على كل كبيرة وصغيرة، لو هي ماتت نفس الموتة دي أو اتخذت غفلة، كمية الندم اللي هيبقى فيها مش طبيعي. انت متخيل انت مش هتقدر ترجعها ثانية واحدة بس تصحى تديك حتى بالجزمة، مش هتقدر حتى تخليها تقوم تقولك أنا مسامحاك. انت كمية الزعل والندم اللي انت هتبقى فيه مش طبيعي. طب ليه وأهلك قدامك؟ طب ليه والناس اللي حواليك قدامك؟ حاجة تانية، عاوزين نتخلى عن فكرة ان احنا مش بنصالح اللي قدامنا وبنبقى متكبرين في موضوع الصلح. ليه لما حد يبقى بينك وبينه خصام، لما الدنيا برضو تهدى، عشان لو كان في مشكلة أو لو الشخص ده كان أذاك بشكل معين، لما الدنيا تهدى عندك وروح قوله ازيك عامل ايه وبره أو وده. لو كان الشخص ده مثلا في صلة رحم ولازم تتعامل معاه، يعني ليه ما بتكسرش حاجز ان انت لا انا هروح علشان الشخص ده انا ممكن ما الاقيهوش في يوم من الايام، او انا نفسي ما بقاش موجود. يعني انا بروح اصالح فلانة الفلانية صاحبتي اللي انا حصل بيني وبينها مشاكل، او اختي مثلا، واقول لها عشان صلة الرحم، واقول لها عشان كذا، فاحنا خلاص بقينا كويسين، او انا بادرت بالموضوع ده. في حاجتين، ان انا عشان انا ممكن افقد الشخص اللي قدامي فندم ان انا ما رحتش صالحته في الوقت اللي هو كان موجود ومتاح قدامي فيه، وفي لحظة تانية ودي انا ما اقدرش اندم فيها لو انا ما خدتش الخطوة دي وانا اللي ما عدتش موجود، والشخص ده انا اذيته مثلا، او انا كان المفروض اروح اعتذر، او هو كان ليه حق وانا المفروض كنت انا اللي اديهوله، وما استناش ان حد من اهلي بعد ما انا اموت يوديه او يعتذر او يتكلم، او ما استناش ان الشخص ده يستحي ان لما انا اموت خلاص فهو يقول مثلا ايه خلاص انا مسامحه بقى، يعني هو الراجل مات. لو في ناس عليك حقوق ليهم وانت عايش روح اعملها. لو في حد انت حاسس لمجرد لو 1% ان انت ظلمته وانت لسه عايش وقادر وبتتنفس، روح واعتذر له وبره. لو انت لسه حد الآن وانت فيك نفس مش بتطيع اهلك او حد من اهلك انت بتتعامل معاه بطريقة مش كويسة، غير، روح اتعامل بشكل احسن، في مقابل ان انا مش ضامن الشخص ده هيبقى موجود بكرة او انا اللي هبقى موجود بكرة. في حاجة تانية، لما بقى
يعني نحاول نتنازل شوية عن كبريائنا، إن لما حد يجي يصالحنا نتقبل، لما حد يجي ينصحنا في حاجة نتقبل، لما حد يجي يقولك حرام عليك اللي انت بتعمله في نفسك، حرام عليك صلي، ما تتكبرش عن النصيحة، لا فعلا استوعب حجم النصيحة وفعلا روح اجري وصلي، ما تأثرش، اعتبر ان دي انذار من ربنا، دي حاجة ربنا جاي يقول لك عليها. انا لما اقول فلان الفلاني او فلانة الفلانية غيري لبسك حرام عليكي وافضل وراها، انا ربنا بعتني مرسال للشخص ده عشان لما ربنا يحاسبها سواء بالكويس او بالوحش يقول انا بعتلك حد انذرك. ربنا رحيم وحكيم وعدل في ان هو مش هيبعت لنا انذار يعني مش هيحاسبنا من غير ما يكون بعت لنا انذار، وبعت لنا رسل، وحتى من بعد الرسل بعت لنا ناس حوالينا بيذكرونا بحاجه زي كده، بس احنا اللي في غفله. سواء بقى ربنا هيحاسبنا عن اللي حصل ده، احنا خدنا خطوة واتعظنا من النصيحة وفعلا بدأنا نفكر فيها وفعلا تقبلناها وفعلا بدأنا ناخد خطوة في تغيير في لبسنا وفي شكلنا وفي حياتنا وفي اللي حوالينا، ولا بعدنا عن حاجة زي كده وما خدناش خطوة وتكبرنا أكتر. فتخيل بقى انت فين، يعني يمين وشمال، انت مع دول ولا مع دول؟ واللي بياخد خطوة ربنا بياخد له خطوات، مش خطوة واحدة بس. لا، اللي بيشتغل في الدنيا كلها وبيصلي وبيصوم وبيزكي، وفي ناس كتير بنلاقيهم بينافقوا مثلا في حاجة زي كده، أو بيجوا في الآخر بيعملوا غلطة واحدة كبيرة عند ربنا مش بيحسبوا لها ومش بيرتبوا لها، ممكن هي اللي توديهم في الآخرة في جهنم والعياذ بالله. وفي ناس ممكن تبقى شغلها في الدنيا طول حياتها في الدنيا ضعيف أو بسيط أو على قدها، في لحظة كده بتصدق مع ربنا بينول لها الجنة في اللحظة دي. وفي ناس في النص، يعني بين ان هي شغالة كويس وبين ان هي بتصدق وبين ان هي بتحصل لها فترات في الفتور، وده طبيعي كلنا مهما كان قوة ايماننا، احنا بيحصل لنا فترات في الفتور في العبادة، بس بنرجع نجاهد نفسنا تاني، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بنجاهد نفسنا تاني في العبادة في الصلاة، حاسة ان انا مش بخشع، ببدأ اسمع حاجات عشان تخليني اخشع تاني، ببدأ اقرأ قرآن، ببدأ اقعد شوية اتكلم مع ربنا، عاوزه احس تاني بحلاوه الصلاه. لما تحس ان الحته دي وجعك وعايز تحس بحلاوه الصلاه، فانت كده كويس. في حاجات كده بتخلي الواحد يطمن على نفسه. لما يبقى في مصيبه كبيره زي مصيبه الموت لناس صغيره او ناس كبيره او فجاه، والواحد ما يتغيرش والواحد ما يتحركش، والحاجه زي دي ما توجعوش وتخليه يخاف ويطلع يجري على السجاده ويقول يا رب ارحمني، يا رب لا ما تاخدنيش كده، يا رب خليني اديني فرصة اعمل للحظة دي. مين قالك ان انت في نفس اللحظة اللي سمعت فيها حالة الوفاة اللي كانت صدمة ومرعبة بالنسبة لك ان انت ما تبقاش في نفس اللحظة انت كمان بعيد على ربنا، ولا ربنا مش قادر يعمل ده؟ بس خوفك بقى فين وانت طالع تجري كده وخايف، اللي هو لا يا رب انا هصلح كذا وكذا وكذا، وتصدق مع ربنا وتاخد خطوات، مش تروح تنزل ستوري عادي او تنزل في حياتك الشخصية عادي كأن انت مش شايف اي حاجة من اللي بتحصل حواليك. احترم، مش هقول وجع الناس، احترم الموت. كان حالة الوفاة اللي انت تتعرض لها انت تعرفها او ما تعرفوش، الموت نفسه يخوفك، الموت نفسه اللي يوجعك، فكرة الموت نفسها اللي توجع مش الشخص، الموت نفسه اللي يخليك تحترم اللحظة دي. تقرأ قرآن حتى سواء تعرف الشخص ده او ما تعرفوش، اللحظة دي تخليك ما تنزلش حاجة شخصية عنك حتى على الأقل في اليوم ده، حتى على الأقل في اليوم ده. الأغنية اللي كنت هتنزلها لا بلاش يا جماعة، والله ما عاد في وقت، والله ما عاد في وقت نفضل بنسمع نفس الأغاني اللي بنسمعها، عايشين نفس العيشة اللي بنعيشها وفيها كلها حاجات غلط بنعملها. والله ما عاد في وقت، ولا على كبير ولا على صغير، محدش ماضي عقد إن هو هيموت في ميعاد هو عايزه. اللحظات دي ما بتجيش تاني. الناس حوالينا طول ما فينا نفس لازم نقرب من ربنا كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله، لازم نقول ربنا يا رب أنا بتنازل عن 1 2 3 حاجات غلط في حياتي وأنا عارف إن هي غلط في حياتي وبكابر. كلنا مفيش حد فينا بيعمل حاجة غلط مش عارف ان هي غلط، والله العظيم ما حد بيعمل حاجة غلط الا وانه هو عارف ان هي غلط، وما حد بيعمل حاجة معصية الا وانه هو عارف ان هي معصية وان ربنا مش راضي عنها. تاني قبل ما نوصل لمرحلة زي دي احنا قادرين نعرف ايه الحاجات الغلط اللي احنا بنعملها، احنا ما عدناش صغيرين. حتى لو مش قادرين، حوالينا ناس كتير جدا تعرفنا عن الدين اكتر، ونسأل ونعرف عن الدين اكتر ونعرف احنا بنعمل ايه غلط وايه بنعمل ايه صح، وايه اللي نكمل فيه وايه اللي ما نكملش فيه. الصحاب اللي حوالينا عارفين كويس قوي مين اللي ينفع نكمل معاه ومين اللي ما عادش ينفع نكمل معاه، نقولها له كده على بلاطه انا بحاول اتغير وبحاول اقرب لربنا، لو هتساعدني ونروح لربنا مع بعض، لو هتشجعني على الصلاه وما اسيبش ولا فرض وتحاسبني تمام هنكمل، لو حسيت انت مش هتقدر تساعدني انا مش مستعد اوصل ليوم زي يوم القيامه وانت مش هتنفعني، لا ام ولا اب ولا اخ
ولا ذرية ولادة ولا صاحب، محدش هينفع. فما ينفعش تستنى ان اهلك هم اللي يوجهوك في صلاة، ما ينفعش تستنى ان حد يوجهك. في لحظات لما هتصدق مع ربنا فيها ربنا يصدق معاك فيها. دايما نحاول نبقى حذرين كل حاجة احنا بنعملها، نسأل نفسنا في كل خطوة، نراعي مشاعر اللي حوالينا ونراعي مشاعر المصيبة اللي بتحصل حوالينا وهي مصيبة الموت قبل ما نراعي مشاعر الشخص اللي عنده حالة الوفاة. نحاول نستوعب ان هي ملهاش وقت وملهاش ميعاد، نحاول ناخد خطوة لربنا. لبسنا مش هني عننا حاجة يوم القيامة، مش هيجي يدافع عننا. مع احترامي الكامل ان انت عروسة، بس ما ينفعش تبقي عريانة عشان انت عروسة، او مش مبرر ان انت عروسة فانت تبقي عريانة او بشعرك او باللبس الفلاني. وتخيلي دايما ان انت عروسة فانت واخدة ذنب كل بنت هي كمان عملت زي ما انت عملتي، كنت قدوة ليها، سواء قدوة في الخير او قدوة في الشر. لو كان الواحد عمل حاجة زي كده وهو يغفل عن الذنب ده، انت مش بتاخدي ذنب الشباب اللي بيتفرجوا عليكي بس، انت بتاخدي ذنب البنات اللي بتحس ان انت حللتي حاجة، ففلانة عملت كذا فانا هعمل زيها، اصل هو يوم واحد، اصل هو يوم فرح. تخيلي دايما ان انت ممكن تبقي في لحظة زي دي وربنا يتوفاكي. الموضوع ملوش قواعد، ملوش مواعيد، ملوش لحظات. الفكرة ان احنا نبدأ نشتغل علشان لما اللحظة دي تيجي نبقى احنا قادرين فعلا ننجح فيها، قادرين فعلا ما تخطفناش خطفة احنا مش قدها. احنا مش قد الموت ومش قد مصيبة الموت، ودايما دايما ندعي ان ربنا يثبتنا وما يغيرش علينا ابدا، وان ربنا يتوفانا وهو متقبلنا في عباد الصالحين، وان ربنا يثبتنا على اي حاجة احنا بنعملها ويصرف عننا. ندعي ربنا كتير، الدعاء بيغير كل حاجة. ندعي ربنا وربنا هيساعدنا بالدعاء. ولما ربنا يعلم مننا صدق ان احنا عايزين نتغير وان احنا عايزين نوصل وان احنا عايزينه يرضى عننا، هيرضى عننا وهيقربنا من الناس الصالحة وهيساعدنا. لو ما لقيتش حد صالح حواليك اقعد مع نفسك احسن، اقعد لوحدك احسن، ما تصاحبش حد احسن. ان شاء الله هتلاقي صحبة صالحة ركن ربنا ومحدش هيشقى بيه ابدا. ربنا يا رب يرحمنا جميعا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. ما تنسوش تدعوا لخالة انتصار وتدعوا لغيرها ولاي حد حواليكم بتلاقوه في حالة وفاة او عنده حالة وفاة. اتعظوا من مصيبة الموت، اقرأوا للشخص ده قرآن، اتعرضوا للقرآن وقرأوا القرآن بنية ان انت كمان لما تموت تلاقي ناس كتير ما تعرفهمش بيدعوا لك. فما تستكبرش ابدا ولا تستهون ولا تستقل بان انت تفتح المصحف تقرا سوره ياسين. حاجه مثلا مش هتاخد منك 10 دقائق، ربع ساعه، مش هتاخد 10 دقائق، هم 5 صفحات. اقعد ادعي لنفسك ان انت تخيل نفسك ميت وانت واقف تدعي لنفسك. وما تنسوش تدعوا لكل من يرحمنا ويرحم امواتنا جميعا واموات المسلمين يا رب العالمين، ويغفر لنا جميعا ويرحم خالة انتصار، ويا رب يجعلها في الصالحين ويتقبلها ويتقبل منها العمرة وكل اللي هي عملته، على كل الدعوات اللي هي دعتها. وان هي كانت شخص فعلا مخلص، ما تمظهرتش ابدا بان هي عملت عمرة وان هي فضلت هناك فترة، ما تمظهرتش ابدا، صدقت مع ربنا فعلا. كانت هي في عزاء قبل ما تتوفى على طول، في قبلها بساعة بالظبط حد كان في العزاء وشايفها يعني، بتقول كانت عمالة تبص للبنت اللي باباها توفى او اللي هتبقى يتيمة وتعيط وتقول لها هتبقي يتيمة، تعيط جدا. ما فيش ساعة وهي كمان اتوفت. هي صدقت مع ربنا، ده بشهادة كل الناس اللي حواليها. لحظات بجد يعني من الحاجات اللي حاسة ان هي ان شاء الله تهون على اهلها وولادها لما يفوقوا من صدمة ان هي ختمها كان جميل فعلا، ختمت مع ربنا كويس. وده اللي بيصبر الاهل يعني، ان الخاتمة بتاعته كانت كويسة او ان ربنا تقبله. مستحيل حد ربنا هيكون تقبله والناس كلها اللي حواليه ما حسيتش حاجة زي كده. يعني تكريما للشخص اللي فعلا خلاص داخل بإذن الله الجنة. ربنا يرحمها يا رب وينور قبرها ويجعلها مع الصالحين والشهداء يا رب العالمين، ويجزيها خير. هي زي كل الأمهات، وكانت من الأمهات المميزة كمان يعني. ما أعتقدش إن هي في طول حياتها أثرت مع أولادها في شيء حقيقي يعني، ولا في لبس ولا في أكل ولا في راحة ولا في حنية. بجد خالص ما أثرتش معاهم، وهم ربنا يرضيهم ويكرمهم ويصبر قلوبهم حقيقي. بجد ربنا يبارك فيهم، ما أثروش خالص معاها ولا في التعامل معاها. ربنا يرضيهم ويصبر قلوبهم بجد ويحفظهم. سبحان الله. الواحد كان يعني أنا يمكن كنت خايفة على خالي، وكان حصل موقف كده قعدت أقول يعني ربنا يبارك في عمره ويرزقه الصحة يعني ويبارك فيه وكده. سبحان الله يعني. هو الواحد كان في صدمة كبيرة، بس سبحان الله صدمة جت في حاجة تانية خالص وفي حد تانية خالص، وكانت فجأة يا جماعة والله ملهاش مواعيد يعني، ملهاش مواعيد ولا ليها وقت. وربنا يرحمنا جميعا. أتمنى بجد تاخدوا خطوة. الموت صعب ومصيبة كبيرة محدش يقدر يتحملها، فاعملوا علشانها، اعملوا علشان اللحظة اللي هتبقوا فيها لوحدكم. ربنا يرزقنا الإخلاص
الناس أهي قدامنا حالة بجد جميلة جميلة يعني، وصدقت مع ربنا فعلا يعني. والله أنا يعني ما اشهدش ليها أبدا ولا اللي حواليا غير إن هي صدقت مع ربنا، وإن ربنا كرمها إن شاء الله. يا رب يا رب تكرمها بالجنة، وربنا يكرمها بالجنة، وإحنا مستبشرين ليها كده ومستبشرين ليها بجد خير كبير. سبحان الله سبحان الله، يعني عمرنا ما هنحس حاجة زي كده غير لما ربنا يكون فعلا بإذن الله بإذن الله هيكون كرمها بالجنة وكرمها لمنازل كبيرة. ادعوا لها وادعوا لنفسكم بالهداية، وبين اللحظة دي ما تجيش علينا واحنا غافلين. خدوا النصيحة من أي حد يقولها لكم وما تستكبروش، وخدوا خطوة وقربوا من الناس هي كمان اللي بتاخد خطوة. ابعدوا عن الصحاب اللي مش اللي أصلا بيعدوا من الموت وهم عادي، أو مش بيتعظوا الموعظة الكبيرة اللي تخليهم يتغيروا ويقربوا من ربنا ويرجعوا يصلوا وما يأثروش، ويرجعوا القرآن تاني في حياتهم، ويرجعوا موضوع الصحبة ويسمعوا دروس ويتعلموا عن ربنا أكتر، ويتعلموا في الدين أكتر، وإزاي إن هم يكسبوا حسنات أكتر، وإزاي إن هم يعملوا للآخرة بتاعتهم أكتر. ربنا يا رب ينجينا من موت الغفلة ويحفظنا جميعا ويبارك فينا. ما عدتش بصراحة لأي حاجة تانية أقولها، وحاسة إن أنا كده طولت كتير. هقولها تاني وتالت وعاشر، إن الموت ملوش معاد، وإن الموت حاجة جاية جاية مش هنهرب منها. أتمنى نعمل اللحظة دي حتى لو هنجيب ورقة وقلم ونقعد نكتب هل انا لو مت ايه الحاجات اللي ممكن تدخلني الجنة انا عملتها في حياتي. لو حسيت ان انت كتبت حاجات كتير فانت تمام كمل. لو حسيت ان انت مش لاقي حاجة تكتبها فانت في غفلة ومحتاج تراجع حساباتك تاني، ومحتاج تراجع حساباتك بطريقة صعبة يعني، وتكون صارم مع نفسك بالخطوات اللي المفروض تاخدها. ولو انت كتبت حاجات كويسة او لمست فيك صفة كويسة اشتغل عليها وكبرها. لو انت ملتزم في صلاة او انت قراءتك في القرآن كويسة انت مخلص تقدر تيجي بالإخلاص. ربنا يا رب يحفظنا ويبارك فينا ويرحمنا. ربنا يرحمنا جميعا، ربنا يرحمنا ويرحم موتانا من موت الغفلة ومن موت الصدمة. ادعوا لها كتير وادعوا لأهلها ولولادها وبس.